علمونا زمان إن اللي سبق أكل النبأ. بعد الطفرة اللي حصلت في مبيعات العربيات في مصر الفترة اللي فاتت دي، في سؤال كده بيزن في دماغي: هي التوكيلات جاهزة فعلا للي جاي؟ أنا قريت كذا خبر اليومين دول بيقول إن في نقص بدأ يضرب في السوق في قطع الغيار بتاعة العربيات، في كذا براند عندهم نقص جامد جدا في مراكز الخدمة. في عربيات واقفة على قطع غيار بسيطة ودورية. أسعار زادت في ماركات موجودة في السوق بقالها سنين، وده بصراحة طبيعي وكان متوقع، يعني لأن أغلب الوكلاء الفترة اللي فاتت دي ركزوا على استيراد العربيات الجديدة عشان يزودوا في المبيعات، وسابوا حتة قطع الغيار دي على جنب بقى خالص. طيب، هل حد واخد باله إن كل عربية جديدة بتتباع النهاردة معناها عميل صيانة جديد بكرة؟ يعني كمان شهرين تلاتة الورش هتتزحم، الناس هتبدأ تحجز أول صيانة، بعدها كل 10,000. ده طبعا ضغط رهيب جدا على مراكز الصيانة وطلب عالي جدا على قطع الغيار. ولسه في ماركات جديدة بتطرح كل أسبوع وموديلات جديدة كل يوم من الماركات اللي موجودة. السؤال بقى: هل الوكلاء هيبقوا أذكى المرة دي ويظبطوا نفسهم بدري، ولا هنعيش نفس الفيلم ده؟ قطع غيار قليلة، مواعيد متأخرة، أسعار طالعة في السما. يعني خد بالك كمان إن الشحن مثلا والتخليص الجمركي ممكن ياخد من 35 ل 50 يوم. يعني اللي مش بيجهز نفسه بدري من قبل ما تحصل المشكلة عند العميل هيغرق بعد شهرين. الناس طيب اللي معاها مثلا عربيات قديمة عندها حرية أكتر، بيروحوا مراكز خدمة بعيدة عن التوكيلات وبيتعاملوا مع شبكة تجار تانية خالص، بس حتى دول هيتأثروا لو السوق كله انضغط. والشحنات اللي من الصين وآسيا اللي احنا بنستورد منها كل قطع الغيار، وللأوروبي قبل الصيني بالمناسبة، اتأخرت، خصوصا إن احنا داخلين على موسم الأعياد في الصين اللي المصانع بتوقف تقريبا فيها شهر كامل. يعني فالفترة الجاية دي هتبين مين اللي فاهم السوق صح فعلا، ومين بيخطط، ومين لسه عايش اليوم بيومه وبيحسبها بالأرقام بس. اللي مجهز نفسه من دلوقتي هو اللي هيكسب السوق الفترة الجاية، واللي سبق أكل النبأ.